ها؟ شرس هذا شرس ريمبو 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 ريمبو. بلشت هذا المشروع أمل بيتس بيت هوتيل أند صالون بأربيل بعام 2020. يعني بعد ما خسرت وظيفتي كان عندي شغل بسبب الكورونا، خسرت شغلي يعني. من بلاكي استوحيت الفكرة من حاجتي لأنه يكون في عندي مكان أشعر بأنه حيواني بأمان، وأنه هو مثلا في حدا مهتم فيه مثل ما أنا بهتم فيه بغيابي. عموما من حاجتنا لهذه الامور بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه حاليا استوحيت فكره المشروع، ومن خبرتي الطويله بانقاذ الحيوان من قبل ما اجي، يعني من لما كنت بسوريا وقبل ما اجي ولما جيت على اربيل نفس الشيء. دائما بس شوف حيوان بحاجه مساعده او عمل حادث او جريح او متضرر بالشارع، يعني كنت اركض دائما اني عالجه وودي على الطبيب، يعني نساعده قدر الامكان يعني. يعني عندنا غرف للكلاب، نحن ما عندنا اقفاص. في عندهم روتين يومي، بيطلعوا لبرا. في عندنا حديقه كمان كبيره يعني بالمجمع، يعني نحن مستاجرين فيلا كامله هي للحيوانات. هي عاملين اوتيل. الطابق الاول هو اوتيل للكلاب وجرومينج اريا، هي المكان اللي بنعمل فيه الاستحمام والقص الاظافر والشعر. والطابق الثاني في عنا غرف للقطط، بتخلي حيوانك الاليف عنا وبتروحي على شغلك، وبس تخلصي شغلك بترجعي بتاخذيه اخر النهار ضمن ساعات العمل كمان تبعنا. الكلب بيجي لهون مثلا بيتعرف على كلاب ثانيين. طبعا نحن هون لانه ما عندنا عياده، نحن ما بنعمل شيء اسمه علاجات يعني، فنحن ما بتيجي لعنا كلاب مريضه. غالب الحيوانات اللي بتيجي لعنا من اصحابها بتكون، وبنتاكد من انه اخذين لقاحاتهم وعندهم دفاتر صحيه وكل شيء. لا ما بيجي بتلعب مع كلاب تانية، بيلعبوا. في عنا طابات، في عنا تريتس، مكافآت، بسكويت بنعطيهم. يعني تقريبا اذا بدك تصوريها هي تماما مثل الروضه او الحضانه تبع الاطفال، وبنفس الوقت اوتيل يعني فيها منامه في حال انت مثلا مسافره فتره 4-5 ايام ورا بعض، اسبوع، شهر. ونضافت كمان شغله غير الداي كير، ضفنا شغله اللي اسمها بوردينج سيرفيس. البوردينج سيرفيس هي مثلا اوراق السفر، تجميع اوراق السفر، الحجر بنعمل له كورنتين لانه حسب البلد اللي مسافر عليه. يعني المتطلبات من الاقليم وقت اللي بده يطلع الحيوان من الاقليم، من جمع الاوراق والاوراق اللي ممكن تنطلب بالبلد اللي رايحه عليها الحيوان. يعني نحن بنحاول نسهل على صاحب الحيوان هي العمليه.